عرفت نهاية الأسبوع اللي فات الإجراء ديال الماتشات ديال الدورة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية ديال القسم الثاني. كانت نتائج متفاوتة ومباريات فيها الإثارة والتعادل اللي كان حاضر بزاف. أول أمس السبت شفنا شباب المسيرة دارت نتيجة مزيانة وربحات شباب ابن جرير ب2-0 2-0. في المقابل التعادل هو اللي كان غالب على بزاف ديال اللقاءات. شباب السوالم وشباب المحمدية تقاسموا النقاط بنتيجة هدف لهدف 1-1. وداد تمارة وشباب اطلس خنيفرة خرجوا بالتعادل السلبي 0-0. البرمجة ديال البارح الأحد كانت فيها صدمة للراسنج الرياضي اللي خسر بثلاثية نظيفة 0-3 قدام الاتحاد الإسلامي الوجدي. أما الماتشات الآخرين حتى هم كان فيهم التعادل حاضر. اتحاد بوجعد تعادلت مع اتحاد أمل تزنيت ب1-1. وداد فاس واستاد المغربي سلوا بالتعادل السلبي 0-0. الماتش ديال الشمال بين المغرب التطواني والنادي القنيطري سل حتى هو بالتعادل 1-1. بهذه النتائج غادي تزيد المنافسة تسخن في مقدمة الترتيب وفي المؤخرة ديال البطولة ديال القسم الثاني. باش أوصلك الجديد ما تنساش دير اشتراك القناة وتفعل الجرس.